ولا هنتعالى عليه؟ التواضع بيبقى نفس تقريبا الضمير، يعني هو يبقى عنده ضمير في شغلانته، يبقى لو عنده ضمير يبقى خايف على العيانين، هيبقى خايف على بيت الناس. لا بس مش التواضع هو الضمير. يعني في واحد عنده ضمير عالي جدا بس عنده نقص في مهارات التواضع. يعني في ناس انا اعرف ناس متواضعه جدا لكن نقص مهارات التواصل تخليهم ايه؟ يبانوا اجريسيف حادين وناس كتير ما تحبهمش، في حين ان هم من جواهم كويسين قوي، بس الناس بتتعامل مع اللي جوه ولا مع اللي بره؟ مع اللي بره مع اللي بره. يبقى لازم يبقى مهارات التواصل اشمل من كلمه مهارات التواضع. تعالوا بقى نحط الكلام المظبوط. مهارات التواصل هي اللي هتعلمني امتى اتواضع وامتى اتواضع في المجتمع وامتى ابدي الثقه، لانه في فرق كبير بين 3 حاجات: تواضع، غرور، ثقه. عايز تبقى مين في ال3؟ اكيد عايز تبقى من اهل الثقه. يبقى هنا المتوازن اللي عارف يعمل ايه امتى، وده شخصيه غالبا احترافيه، يعني هو عارف يبدي تواضع امتى ويبدي حسب امتى. ساعات الثقة لما الواحد يبقى عنده زيادة في الثقة بنفسه غرور. يبقى فيه فعلا انا مش عايزه الغرور بقى، انا عايزه هي مهارات التواصل. ده اساس دراسات الاعلام. الاعلام كدراسه اسمها ايه؟ بالانجلش ماس كوميونيكيشن. كل دراسات الاعلام بتقوم على الكلمه السحريه دي، كوميونيكيشن، تواصل. مهارات الاتصال. مهارات الاتصال دي بقى مش بتاعت الاعلاميين بس، دي بتاعت الاعلاميين بطبيعه الدراسه والممارسه والحياه، لازم يبقى عارف يعني ايه تواصل. طب هل الطبيب مش محتاج تواصل؟ طبعا. المهندس، الفنان، الكاتب، كلنا محتاجين التواصل. في حاجة بتعرفها ان في مثلا هو واحد شاطر جدا في اي مجال، بس انا مش عارفة تاني شاطر. ايوه كتير جدا حتى من الاطباء يكون شاطر قوي بتقول انا مش جاي له تاني، وهو شاطر قوي بس ما عندوش مهارات التواصل. عشان كده بقوا يدرسوا مهارات التواصل دي. اللي هو ماشي اللي هو بيعمل تصرفات، اللي هو انت بتعمل كده ليه اصلا؟ يعني هو انا مش جايه ببلاش، يعني انا دافعه فلوس. مدفوع يا عم ولا لطشك. لا ساعات كده فعلا بيكونوا اتنين، يعني اللي هو نعم، ايوه نعم انت. لا هو كمان عايزه اقول لكم المفهوم الاساسي في الحياه مش عشان انا دافع فلوس، يعني مش لازم اعلي مهاراتي عشان اللي قدامي دافع فلوس. بص كده، حتى لو انا مش دافعه فلوس انا داخله هنا المكان، يعني اللي قدامي يتعامل معايا باحترام. طبعا. يا اما انا خلاص، انا لو هو ما اتعاملش معايا باحترام انا هقوم امشي اسيب المكان خالص. لو مش محتاجاه بقى. طب لو محتاجاه هروح وادور على واحد. لو مفيش غيره خلاص انا مالي انا. لا نتعلم مهارات. هو ميزه الاعلام بقى من اول يوم بندرس فيه في كليه الاعلام. بندرس ايه؟ بندرس نشأة علوم الاعلام دي ظهرت ليه؟ وبنكتشف انها من اقدم العلوم اللي نشأت مع الانسان، لانها احتياج للتواصل. كل الناس محتاجه تتواصل، يا اما لاسباب نفسيه او لاسباب عمليه، لكن في الاخر كلنا بنتواصل. عشان كده نكتب السوشيال ميديا لانها لعبت على ايه؟ على احتياجنا للتواصل. احتياجنا للتواصل يخلينا مجبرين على التحلي بمهارات التواصل.